فايدة الشهادات نازلة السنة دي مفيش مفر، والناس ابتدت ان هي تبقى قلقانة على دخولها لان هي كان بيجيلها دخل كبير ومرتفع نسبيا من الشهادات اللي كانت فوائدها ضربة في السماء. موضوع القلق ده مشروع جدا. طيب نعمل ايه؟ الموضوع ليه إجابة من الناحية العلمية أو زي ما قال الكتاب، وليه إجابة تانية خالص على أرض الواقع. الإجابة العلمية بتقول إن مع انحسار التضخم أو انخفاضه حاجة بسيطة هخفض أسعار الفايدة، وبالتالي القوة الشرائية هتبتدي تزيد واحدة واحدة. فالحاجة اللي أنا كنت بشتريها ب1000 جنيه هشتريها مثلا ب900 جنيه، وبدل ما كان بيجيلي من الشهادة 1000 جنيه شهريا هيجيلي 900 جنيه شهريا، وهنا هيحصل التكافؤ ما بين الاتنين. الإجابة العلمية وسيبنا منها. الإجابة بقى اللي على أرض الواقع إن أسعار المنتجات مش هتقل بالشكل المطلوب اللي يكافئ انخفاض أسعار الفايدة، على الرغم من إن في أسعار منتجات أو سلع أساسية نزلت تقريبا 60 و70% من أعلى قمة هي وصلت لها. فعشان ما نعيدش الكرة تاني بقول لحضرتك بكل بساطة حاول تستثمر جزء من الفلوس بتاعتك في أوعية استثمارية مختلفة. ولو ما عندكش معرفة بالحاجة اللي حضرتك هتستثمر فيها فلوسك، النهاردة صناديق الاستثمار مالية البلد من كل أنواع الأصول. هديك مثال على الكلام ده. النهاردة في تطبيق زي ايزي انفست هتلاقي عليه جميع أنواع الصناديق، 4 صناديق نقدية، في منهم واحد إسلامي، ادخار وحالا وفاليو وناصر الإسلامي. عندك صناديق أسهم، واحد تقليدي وواحد إسلامي اللي هو فرص وفرص الشريعة. عندك صناديق دولار زي استحقاق 2027 واستحقاق 2025 وكمان استحقاق 2029. ولو فاكر أنا قلت لك إن الصندوقين اللي هم 2025 و 2027 ما بيستقبلوش طلبات شراء جديدة دلوقتي. ده غير إن عندك صندوق الاستثمار الذهب ايزي جولد، غير إن خلال الأيام اللي جاية هيتم إطلاق صندوق استثمار عقاري مع حالا. أظن كده أنت مفيش أصول تانية أنت محتاج تستثمر فيها بره اللي أنا قلتهم. اللينك بتاعت ايزي انفست هتلاقيها في الكومنتس وهتلاقيها في البايو، ولو عطلت في أي حاجة ابعت لي وبس كده.